هلا والله بالشيخ ريان، شلونك؟ الله يحييك. والله شو الاخبار؟ ما دام انا شفتك اكيد بخير. يا حبيبي الله يسعدك، شلونك؟ والله الحمد لله. شوف وانتم الفترة الماضية صرت ترندات السوشيال ميديا كلها في الناس قضية. يعرفوني كذا، يعرفوني بشمال. لا بس كذا اجمل واحسن. وش السالفة؟ السالفه انه دحين انت كمشهور، واغلب الاماكن اللي في الشمال تحديدا، الكافيهات اللي تشوفها ناجحه سواء في الصيف او في الشتاء تلقى عندهم زحمه. فالناس حسب الزحمه هذه من قوه اقبال الجمهور على المحل. فجاه ما يعرفوا انه هذه الحقيقه ايش هي؟ الحقيقه انه الجمهور هذا احيانا بعض المشاهير يعلن لمنتج ويجي يطلب من عندي جمهور. انا اليوم راح اعلن هذا المحل ابغى 100 شخص. 100 شخص على 150 ريال الى 300 ريال على حسب. صاير هذا الموضوع صاير؟ ايوه عندي عقود واشياء واضحه وموثقه وكل شيء. ايوه. بس ممنوع اعلنها لانه فيها اسامي الاشخاص. يجي عند الكافي يجيب 100 شخص، يقول لي الشخص وريهم الاشعار اللي في جوالك وتاخذ المنتج وادفع كانك تشتري. تشوفه طبيعي بيشتري. يجوا الناس يتحمسوا يشوفوا يعني ال 100 شخص هذا اللي يجي يشتري من المحل، فجاه تلقى وراهم 100 شخص ثانيين حقيقيين يتحمسوا ويشوفوا الزحمه ويدخل يقولوا هذا منتج كويس. يعني الدعوة كلها ترويج وتسويق والامور. طيب ما يمدينا يجينا شيء منهم؟ تبغى شغل زي كذا عادي ابشر. لا نبي جوال، نبي ايفون، نبي شيء. لا عندي شركه جوالات اعلن لها كل فتره يعني ان شاء الله. الله يوفقك. اقول والله يعني الدعوة كلها يعني ها. سباها لا. السلام عليكم. لا بس في يعني في اكيد. في ناس يمشوا بشكل رسمي صح، وفي ناس انا قصدي الناس السلبيين لازم الناس يعرفوا عشان يتوعوا. مو اي شيء يشوفوا زحمه يروح يشتروا عنده. في اماكن كثيره الحين هذه فتره ترند وزحمه، لكن من تيجي تروح تجرب المنتج يطلع منتج رخيص وسيء وجودته ما تستاهل. فلا لا تجري وراء اي مكان زحمه. الله يسعدك على هالنصيحة، شكرا جزيلا. يا